السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في الله، وحشتوني كتير كتير يا حبايب قلبي، واسفة ان انا ما بنزلش فيديوهات اليومين دول. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا عملت صينية السردين ديت. انا جبت السردين ونضفته وشلت منه الراس. بصوا شايفين الجمال. ورحت حاطه بقى ايه بطاطسيه كده وطماطمايه وفلفل وحطيت عليها ورق لوري، وحطيت كرفس، وحطيت حته تومه وهنسيبها هي. وبعد كده هحطها بقى في الفرن واوريكم بقى جمالها وحلاوتها بجد. احلى اكله تتاكل. وطبعا الجو دلوقتي ساقعه والكلام ده كله، دي احلى حاجه يا حبايب قلبي. يلا يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، ما تنسوش تدعوا وما تنسوش تدعموني يا حبايب قلبي. خليكم معايا واوريكم الصينيه لما تطلع ان شاء الله. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بعد ما الصينيه طلعت من الفرن انا حطيتها بالظبط يعني 10 دقايق بالظبط تحت الشوايه. بصوا جمالها وحلاوتها عامله ازاي، فظيعه تفتح النفس بجد. يلا يا حبايب قلبي، ما تنسوناش بقى في الدعم. وانا بصراحه عملت جنبها حبه رز. بصوا يا حبايب قلبي، عملت حبه رز اهوت بالبصله. شايفين السخونيه طالعه ازاي من طبق الرز؟ بجد طريقه فظيعه. يعني مش هتاخد منكم كل الاكله كلها، مش هتاخد منكم ربع ساعه. السردين ما بياخدش اي حاجه يا حبايب قلبي. يلا يا حبايب قلبي بقى ما تنسوش. بصوا يا حبايب قلبي بقى ايه، ما تنسوناش في الدعم بتاعنا، ما تنسونيش في التعليقات بتاعتكم الجميله. ما تنسوش تدعولي وما تنسوش تدعموني يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.